عسلامة ومرحبا بكم الناس كل أحباء الترجي الرياضي التونسي. مبروك تتويج الترجي الرياضي التونسي بالبطولة رقم 34 في تاريخ هذه الجمعية العريقة شيخ الأندية التونسية. مبروك لكل مكشخين، مبروك لكل أحباء الترجي الرياضي التونسي داخل وخارج الوطن. لقب جديد ينضاف إلى خزينة النادي العريق الترجي الرياضي التونسي. شكرا لكل من ساهم في هذا التتويج. اليوم الترجي انتصر أداء ونتيجة على الأولمبي الباجي بخماسية كاملة شهدت تألق كل من ينصاص يوسف البليلي كيف شهاب الجبالي والعديد من اللاعبين اللي بصراحة الأداء كان متاعهم متميز ومتميز جدا. كيف في ظل تعثر الملاحق المباشر اللي هو كان اتحاد المنستير على نتيجة التعادل 1-1 ضد نجم المتلوي، وبذلك يتم تتويج الترجي الرياضي التونسي رسميا بالبطولة رقم 34. والآن نفتح ملف كأس تونس، وإن شاء الله يا ربي دوبلي للترجي الرياضي التونسي. هذا أقل هدية يستحقها جمهور الترجي الرياضي التونسي بعد خيبة الشامبيونز ليج، خيبة رابطة الأبطال. كنا نحب لو الترجي مازال منافس شرعي على هذه البطولة، ولكن كما قلنا قدر الله ما شاء فعل، وأحسن هدية للترجي كما قلنا الدوبلي. وبالنسبة للترجي الرياضي التونسي خلق ليكون بطل، خلق للتتويجات، خلق للمنصات، كيف خلق لصنع الأمجاد. وتوا نفتحوا كما قلنا موضوع الكأس كيف من بعد باش يولي عنا كأس العالم للأندية، ونفتح موضوع كأس العالم للأندية. وبالنسبة كذلك باش نعرج على موضوع تتويج الترجي الرياضي التونسي فرع كرة الطائرة بالدوبلي. مبروك للترجي الرياضي التونسي فرع كرة الطائرة، مبروك للعائلة الترجية ككل، وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن. ترجي يا عريقة، فيراج حي، ترجي ديما لاباس.